طبعا في البداية الظروف اللي اتحطيت فيها صعبة وما كانتش بإرادتك وجت زي ما أنت قلت من عند ربنا. إزاي يعني من الناحية الفنية تقدر تقول لنا إن إحنا يعني اثنين من أهم اللعيبة في الفرقة، اثنين متألقين في الفترة الأخيرة، إزاي تقدر تعوض غيابهم؟ وهل في فكرة مثلا إن أحمد فتوح ممكن يكون بديل بتزيرة في الناحية اليمين عشان إن هو ممكن يلعب ويقع بجوه؟ تعويض بالنسبه للجزء الفني انا رديت قبل كده وقلت ان شاء الله هنشوف بكره، لكن عامه يعني فكره يعني غياب بتزيرة هو مهم جدا وده اكيد في مباريات كبيره زي ده، ولكن احنا مهم جدا ان احنا ما نحطش في دماغنا يعني ما نهملش ان احنا بنلعب ماتشات كبيره في وقت قصير. وزي ما الاستاذ قال اتكلم في موضوع ان احنا الزمالك بينافس في الدوري وفي كل البطولات، هو عنده الفرص والحظوظ الكبيره اللي موجود فيها، فده لازم طول الوقت بيطرح لك انك في اي وقت هتفقد لعيبه مهمه، وده بيحط منافسه ما بين اللعيبه اللي موجوده، وده نتنطط بيه نادي الزمالك، لكن ما نقدرش ان غياب الزياده ده مهم اكيد، لكن اللعيبه اللي موجوده لعيبه عندها المسؤوليه والقدر الفني ان هم يقدروا يشتغلوا ويعوضوا ده. لك انا معاك من الصور اللي فاتت، انا موجود معاك من الصور.